السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إن شاء الله هنعمل صينية فراخ على البوتاجاز من فوق. أنا معايا بالظبط فرخة ونص بيضة مقطعاها 8 قطع. هوريكم دلوقتي مقادير الفرخة ونص بالظبط. 4 بصلات وسط و3 قرون من الفلفل الرومي وقرن فلفل حامي وليمونتين كبار وقرن فلفل أحمر. هوريكم هنقطع البصل إزاي. البصل أنا هقطعه كده جوانح. واوريكم الفلفل اهي هقسمها كده على 2 وهنزل بيها كده. هقطع الكميه اللي معايا وارجع لكم تاني. ودلوقتي اهو الخضار بتاعي كله بعد ما قطعته وعصرت عليه ليمونتين. هقول لكم هنحط ايه التوابل اللي هنحطها عليه. هنحط معلقه من الفلفل الاسمر وهنحط معلقه من الكزبره الناشفه وهنحط معلقه ملح كبيره وواحده ورق لورا كده اهو. خلاص ده كله اهو. هنزل بسنه بسيطه جدا من الزيت جدا. خلاص الفراخ بتاعتي اهي. وعلى فكره يا جماعه القطاعه دي انا بستخدمها للخضار واللحمه، بس انا معلمه ناحيه للخضار وناحيه للحمه. انا غسلتها وقلبتها على الناحيه الثانيه اللي اقطع عليها الفراخ بتاعتي. الفراخ بتاعتي انا مقطعوها على 8 قطع، بس هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. بصوا هديها كده اهي كده. دلوقتي هقول لكم هنعمل ايه اهي. هجيب الصينيه بتاعتي هكمل الكميه وارجع لكم تاني. وهي الفراخ بتاعتي بعد ما عملتها بالسكينه رصصتها اهو في الصينيه. الخليط بتاعي اللي هو الخضار بتاعي ده كله هوريكم هنعمل فيه ايه. لازم يا جماعه ندعكه كده بايدينا، ما ينفعش تقلبيه بمعلقه. انا عايزه اموت البصل خالص، اتبله خالص خالص اهو. بسم الله. اهو كده. ودلوقتي هنزل الخليط بتاعي ده كده على الفراخ. بسم الله. ودلوقتي هرفعه على البوتاجاز على عين عاليه، واول ما ياخد غلوه بعد لما اسقيه حوالي بالظبط كوبايه شاي ميه. اول ما ياخد غلوه انا مش هغطيها دلوقتي خالص. بعد لما تاخد غلوه كامله هبدا ان انا اغطيها، لانك لو غطيتي صينيه الفراخ من قبل ما تغلي تاخد غلوه، اول ما تيجي ترفعي الغطا وتشوفيها هتشمي ريحه زفاره وحشه جدا. ويلا بينا نشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي الاكله التانيه اللي معايا انا مقشره كيلو من البطاطس، وكنت نقعاه في ميه حلو جدا ومقطعاه طرنشات. بصوا سمكها عامل ازاي اهي. هنزلها في الصينيه هاخدها كده بايدي. بسم الله. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. ده كيلو بطاطس. خلاص دلوقتي معايا في الخلاط بالظبط. هنزل في الخلاط الاول بكوبايه ميه، وهنزل بالظبط ب5 حبايات من الطماطم، وهنزل بقرن فلفل رومي ومعاهم مكعب مرقه. هنزل الخليط ده كله في الخلاط. خلاص دلوقتي هنزل بمعلقه من الكزبره الناشفه ومعلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه ملح كبيره، وهنزل بالظبط بحوالي فنجان، بالظبط فنجان من الزيت. ولو عندك صلصه حطي معلقتين من الصلصه اهي. اسهل بطاطس كلها ببعضها. صدقوني لما قلت لكم الاكله هتبقى سهله. هنسمي بالله ونشغل الخلاط. هضربهم ضربه ناعمه، هضربهم وارجع لكم. اهي الخلطه بتاعتي بعد ما ضربتها في الخلاط اهي بقت ناعمه خالص سايله خالص. هنزل بيها على البطاطس. بسم الله. جربوها هتحبوها جدا اهي. هحطها
على البوتاجاز على عين عاليه. اول ما تاخد غلوه ههدي النار عليها وهغطيها وهرجع لكم تاني. خلاص كده اهي صينيه البطاطس خدت اول غلوه، هغطي عليها. وهي صينيه الفراخ غليت خالص، خدت غلوه اهي، هنزل برده بالغطا. ودلوقتي هعمل رز بشعريه. نزلت يعني انت بقى وبراحتك بصراحه في السمنه والزيت. انا نزلت اهو بالسمنه والزيت بتوعي مع بعض، قدحتهم حلو جدا. انا هعمل كيلو الا ربع من الرز وهعمل عليه نص كيلو شعريه. هنحمر الشعريه بسم الله. هحمرها وارجع لكم. ودلوقتي اهي الشعريه بتاعتي اتحمرت، انا مش بحب اغمقها اهي، اتحمرت بقى لونها ذهبي اهي جميله. وكنت ناقعه كيلو الا ربع من الرز اهو، منقعاهم حلو جدا ومصفيه. هسمي بالله وانزل كده بيه. اهو، وهنزل عليهم بمعلقتين ملح كبار. هشوحهم حلو جدا مع بعض. وانا محضره الكتل غاليه ميه سخنه فيه. اهو بصوا انا سامعه صوت ايه كش كده، دي اسمعيها كده مع الرز وشوحيها حلو جدا. الرز بتاعك هيطلع ان شاء الله يعني اللهم بارك، هتلاقيه كله جميل اهو. هنزل بالميه السخنه، الميه السخنه بتغطي الرز. بسم الله. اكله جميله وبتخلص والله في ساعه، والله في ساعه. خلاص كده اول ما ياخد اول غلوه هغطيه وههدي عليه النار. دلوقتي اخر حاجه معانا في اكلتنا بتاعت النهارده، هنخلي البتنجان. ايوه هنخلي البتنجان. بصوا البتنجان جميل ازاي وصغنطط. ده نص كيلو، ده نص كيلو من البتنجان ماشي. انا منقياه صغير اهو وحاطه طاسه على النار. اول ما الطاسه تسخن ان شاء الله هنزل بالبتنجان. ومعلومه اللي ما بتعرفش تقلي البتنجان ممكن تديها هنا كده فتحه بالسكينه وهو بيتقلي، يعني هيستوي كله من جوه. اللي ما بتعرفش تقليه، اللي بتعرف تقليه عادي تسيبه مقفول زي ما هو. ولما دي كده لونها هيبقى ذهبي تطلعه ان شاء الله على طول من الزيت. هنشوف خلطه البتنجان دلوقتي معايا عباره عن ايه. ده نص كيلو من البتنجان. هنزل في الكبه بتاعتي، انا بحبه مليان فلفل احمر. دول 5 قرون فلفل احمر و4 فصوص من الثوم. انا ما بحبش احط فيه ثوم كتير عشان بيخلي طعمه بصراحه مش عارفه مش بحبه. وطبعا الليمون دي حاجه ترجع لك، انا بحب احط برده فيه ليمون كتير. واحط عليه بالظبط معلقه ملح. الكبه طبعا ودلوقتي هديله ضربه في الكبه، ولا هي خشنه ولا هي ناعمه. ودلوقتي اهي بعد ما فرمتها في الكبه اهي هنزل عليهم بالظبط ب3 ليمونات هنا. وهسيب واحده بعد ما اخلي البتنجان واحشيه هحطها على الوش. هروح وارجع لكم تاني. ودلوقتي اهو البتنجان بتاعي اول ما طلعته من الزيت على طول سخن جدا هغطيه. مش هاجي جنبه دلوقتي خالص. ليه؟ البخار اللي هينزل تاني عليه هيطرهولي اكتر وهسيبه خالص. والخلطه بتاعته اهي جاهزه دلوقتي. ودلوقتي اهي الفراخ بعد ما استوت قعدت بالظبط على النار حوالي ساعه الا تلت. والبطاطس قعدت برده حوالي نفس الوقت. دلوقتي انا فاتحه الشوايه، هدخل اول حاجه البطاطس هتاخد تحمر كده وش من فوق وهطلعها. وبعدين هدخل الفراخ برده هتحمر بس هقلبها على الناحيه الثانيه. دي هتقعد حوالي 10 دقائق ودي هتقعد حوالي 10 دقائق. يا حبايبنا اهو البطاطس بتاعتي بعد ما دخلت الشوايه جاهزه معايا هي على طول. وهي الفراخ بتاعتي بسم الله بعد برده ما طلعت من الشوايه انا قلبتها على الناحيتين. في خلال ساعه الاكل كله كان جاهز معايا، البطاطس والفراخ والرز والبتنجان. هحضره وارجع لكم تاني. هنا نشوف الاكل بعد ما جهز. اهو سرفيس البطاطس معايا جاهز، والرز ابو شعريه جميل جدا، وصينيه الفراخ والبتنجان بعد ما خللته. يا رب يا رب يكون الاكل عجبكم، ويا رب يا رب اكون كنت لذيذه معاكم. وان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.